بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين كده، ساعات في بعض الناس بيقابلها مشاكل في الغيارات، غيار بيعدي، غيار بينطر، غيار مش عايز يجي، الكلام ده كله. طبعا ده تاني مرة أشوف العيب دوت، إن أنزل أبص على العربية من تحت، أشوف السلك، أشوف حاجة، ألاقي الداير هو اللي سايب، كل حاجة سليمة بس الداير بتاع الموتور هو اللي سايب. الداير طبعا اللي فهمني، اللي هو الداير ما بين الفتيس والموتور، المفروض ان هو يبقى مربوط. لانه لو سايب، انت بتيجي تدوس براش زي ما انت شايف الراجل بيدوس براش، الفتيس بيبعد عن الموتور. فاهمني؟ فالموضوع ده عشان تبقوا عارفين محدش يستهون بيه، ده كارثة. كارثة، لان اول مرة كنت اشوف الموضوع ده فيها لقيت العربية كسرة الفتيس من قدام، عشان الداير بقى كان فتح خالص، وقام جاي العربية مورت من الراجل، وقام جاي نازل الفتيس، قام جاي نازل، يعني نزل نزل يعني فتح بعد عن الموتور ونزل، قام جاي كسر الزهرة اللي قدام. حلينا يوميها الفتيس للراجل وغيرنا له الزهرة. فالموضوع ده كارثة، اللي يلاقي العيب ده عنده، ده لو هو اللي هيربط الداير بايديه مسامير 14. انا بحب الفت نظركم، لان الموضوع ده مش سهل، ما حدش يستهون بيه. واللي يعجبه الفيديو يعمل اشتراك في القناة، وما يبخلش علينا بالتفاعل والاشتراك والمتابعة في الفيس واليوتيوب.